بعد أسابيع من التحضير أعلنت حركة تمرد المغربية عن نفسها وعينها على الحكومة تريد إسقاطها. يقول مؤسسو الحركة إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تراجع. ناضلنا في 20 فبراير على مجموعة من المطالب من بها إسقاط الفساد، إسقاط الاستبداد، من أجل الكرامة، من أجل الحرية، من أجل العدالة الاجتماعية. الملاحظ الآن هو ما الذي تحقق من هذه المطالب، لأن اليوم احنا ما جيناش على أساس أننا نتكلموا فقط على الدستور. إلا جينا الدستور المغربي الحالي يلفه غموض. في مجلس النواب دشن حزب الاستقلال الحليف القديم والمعارض الجديد للحكومة مهامه في صفوف المعارضة، مطالبا الحكومة بالرفع من أدائها لمواجهة المشاكل الاقتصادية. أما رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران فلا يزال يشتكي ممن يسميهم بالمشوشين الذين كثروا على حد تعبيره، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة إلى مزيد من الصبر. ولكن المسؤولية وطن ليست بالسهولة التي نتصور. وانظروا في جوارنا ماذا يقع حين يتلاعب المتلاعبون بعد سنة من الحكم أو أقل منها أو يزيد أو ينقص بمصائر الأوطان. انظروا ماذا يقع. فلهذا فنحن قدرنا أن نستمر في تحمل المسؤولية في هذه الدولة تحت قيادة جلالة الملك ومحاولة الإصلاح في إطار هذه الظروف الصعبة. يسارع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الزمن لترتيب بيته الداخلي والبحث عن حليف جديد وسط اصطفافات في صفوف المعارضة قد تنذر بإطالة أمد الأزمة السياسية في المغرب. يونس ياسين، كان نيوز عربية، الرباط.